السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بتعملوا ايه؟ اول حاجة كده الحلقة دي غالبا كده هتطول. وقف الحلقة واعمل لايك دلوقتي وروح اعمل شاي او هات كوباية المية بتاعتك وتعالى. تاني حاجة، الحلقة دي انا مش هقول لك فيها تاخد، رجلي خبطت في الاستند، مش هقول لك فيها تاخد قرار. انا هعلمك ازاي تاخد قرار، لكن انا مش هقول لك روح اعمل كذا. فالناس اللي هي مش متعوده على الموضوع ده، الفيديو ده مش هينفعك وهيبقى بالنسبه لك ممل او مستفز. لان انا مش هقول لك تعمل كذا، لان في ناس بيقول لي قول لي اشتري ايه، قول لي اروح فين. فانا مش هقول لك الموضوع ده، لان غالبا الكوكب كله دلوقتي بقى بيتصرف بالطريقه دي او بيتعامل بالطريقه دي. فلو هي الطريقه دي لسه مش ماشيه معاك فانت لسه عندك مشكله. فاللي هو ايه، ما تقدرش تقول هركب اوبر او هركب كريم من العليا لغايه شارع التحليه وهياخد مني 10 ريال. مش هينفع نقول كده، على حسب التوقيت، على حسب العربيه، على حسب الزحمه. فالحاجات دي بقت على طول كده، زي مثلا موضوع ارباح بتاع الفيسبوك او بتاع يوتيوب. مش هتقدر تقول ان الفيديو، هي الناس بتقول او احنا بنقول، لكن مش هتقدر تقول ان الفيديو اللي عليه 5000 مشاهده بياخد 3 دولار. موضوع بيرجع لمعايير كتير جدا. لو ال 5000 دول كلهم من امريكا حاجه، ولو كلهم من السعوديه حاجه، ولو كلهم، المهم يعني عشان ما لخبطكش معايا. خلينا نتكلم على طول في السؤال اللي كذا حد بعته لي على الفيديو بتاع معرض العربيات بتاع عبد اللطيف جميل، او كذا حد بعت لي قال لي انا عايز اشتري عربيه اعمل ايه. انا بقى جاي النهارده اقول لك تعمل ايه في الموضوع ده. فركز معايا عشان الموضوع طويل، اديني قلت لك من الاول. حلو كده؟ انت عندك خيارين ان شاء الله الصبوره تكون باينه. انا حاولت اقعد اظبط الاضاءه وبتاع، هتلاقوا فيه هنا الريفليكشن ده بتاع السوفت بوكس. عندك خيارين وكل خيار منهم مليان تفاصيل. هناخد الخيار الاولاني واللي هو خيار الكاش. عندك خيار بتاع الكاش، في خيار الكاش جديد، وفي خيار الكاش المستعمل، وفي خيار الكاش الكسر زيرو. تمام؟ جديد تماما، معرض، هتروح تدفع الفلوس. مثلا الكورولا النهارده عامله 70000، هتدفع ال 70000 وتاخد العربيه وامورك زينه. كل اللي هتتكلفه بعد ال 70000 عندك اختيار بتاع 4500 مثلا. انا بديك مثال، كل الارقام دي ممكن تكون مش حقيقيه. 4500 التامين شامل، لان حرام تكون جايب عربيه جديده وتدفع عليها تامين ضد الغير. ضد الغير بتتكلم فيه 2500. الارقام دي مش حقيقيه، ركز انا بقول لك ايه. هنا التامين شامل، هنا التامين ضد الغير. وطبعا ما تقوليش ان انت تجيب عربيه جديده وهتكون بدون تامين، موضوع صعب جدا. حلو كده؟ يبقى انت معاك فلوس، هتروح معرض، تخرج العربيه، تامن عليها، تعلق نمر، امورك 100 100. بتتكلم في تاخد 3 سنين تقريبا، برضه بقول لك تقريبا، اللي هو مش هتحتاج تعمل فحص غالبا، يعني مش تعمل الفحص الدوري، او حتى العربيه لو رحت فحصتها الموضوع بالنسبه لك مش مشكله. فهتعلق الفحص، هتعلق النمر، وتحط الايه شويه التكاليف اللي فوق ال 70000. فانت بتتكلم بعد ال 70000 هتحتاج 5000 او 4000 ونص بتوع التامين الشامل، وحوالي مثلا ايه برضه في حدود 2000 3000 على بال ما تعلق النمر وتصدر الاستماره وبتاع ومش عارف ايه. كل حاجه طبعا انا همسحها عشان هنتكلم على الحاجه اللي بعديها. فانت عايز تبقى تاخد سكرين شوت، يبقى خد سكرين شوت قبل ما انا اخلص الكلام في النقطه. فانت كاش جديد، امورك 100 100 وماشيه، ما فيهاش مشكله. هشتري منين؟ هتتكرر كذا مره، فانا عادي مش مشكله ان احنا نعديها المره دي. فانت كده عندك ايه؟ ادي اول كلام في الجديد. السبوره مركونه بقالها كتير فممكن تكون ايه، هتسيب العلامه شويه. المستعمل، نروح بقى ايه بقلم تاني كده ان شاء الله يكون باين، باين تقريبا باين. المستعمل عندك خيار شخص، تشتري من شخص، تشتري من شركه بتصفي، تشتري من حرج، موقع يعني ده موقع حرج،
تشتري من مكان الحرج. لو انت في الرياض عندك قادسية وعندك الشفا، تمام كده. المستعمل في كل الحاجات دي، لو انت هتشتري من شخص، نعمل قلم تاني، النقط دي اللي انت هتطبقها عند كله، لكن في حاجات هنا فيها امان شويه. المستعمل نسينا في حاجه تاني. تشتري من عبد اللطيف جميل 4 5، او تشتري من سيارة اونلاين 6، او تشتري من كار سويتش. انا ماليش علاقه خالص بالمواقع دي، كل القصه ان انا بقالي فتره بدور انا وواحد صاحبي على عايز يشتري عربيه، فدي تقدر تقول الحاله دي عن تجربه بحث، احنا لسه ما اشتريناش عشان هو صرف الفلوس دي، عن تجربه بحث. فالمواقع دي هي افضل مواقع لقيتها عليها عربيات كويسه الى حد ما اسعارها معقوله او مضمونه. وكار سويتش وسياره اونلاين بيتميزوا ان هم بيفحصوا العربيه، تمام. ممكن تكون في مواقع تانية او في تطبيقات تانية زي كيشة ومش عارف ايه، بس دول اللي انا يعني ببحث عليهم او شفنا عليهم كذا حاجه. فانت عندك شخص، شركه بتصفي، حرج، موقع حرج، موقع كار سويتش، موقع سياره اونلاين، مكان عبد اللطيف جميل للمستعمل اللي هو على طريق الملك فهد، وتقريبا في جده في واحد. وعندك مكان بقى الحرج نفسه على الارض في القادسيه وفي الشفا. لو هتشتري عربيه مستعمله لازم تعمل ايه؟ فحص العربيه، لازم تعمل فحص العربيه، فحص كمبيوتر. الفحص لو انت رحت عملته لوحدك لحالك انت خلاص المسؤول، كشف بيطلع لك من البرنت بتاع المركز بيقول لك ضمان يوم واحد بس على الفحص ده، بيدي لك ضمان يوم واحد، هو مسؤول عن الكلام دوت يوم واحد بس 24 ساعه. وكده كده خلاص انت خدت الكشف، الموضوع بالنسبه لك تمام. رقم 2 بتطلع نموذج اسمه موجز. موجز بيقول لك العربيه دي عملت حوادث قد ايه وكانت مع كام مالك ومش عارف ايه وكلام من ده. رقم 3 بتشوف سعر العربيه مقارنه بالسنه، العربيه الموديل والسنه وعداد الكيلومتر، تمام. يعني تقول مثلا ان العربيه موديل 2020 وماشيه 100,000، كم كده؟ 1 2 ماشيه 100,000، هتقسم ال 100,000 على 3 سنين، لو طلع لك 30,000 في السنه معقول، يعني 30,000 كيلو في السنه معقول، يعني بمقدار كل شهر مثلا 2000 كيلو معقول، بالنسبه للرياض والحركه هنا معقول، تمام. بالنسبه لمدينه ثانيه ممكن يكون لا. طيب العربيه نفسها، هل يفرق موضوع ال 100,000 دوت من عربيه لعربيه؟ لو انت بتكلمني مثلا هتجيب غلطه مطبعيه، لو انت هتكلمني في كامري غير لو هتكلمني في سبارك، غير لو هتكلمني في جيمس، لان 100,000 كيلو بالنسبه للجيمس هو ولا حاجه. عربيات الجيمس او العربيات الكبيره بيتكلموا فيه من اول 300,000 تخاف، او من اول 400,000 تبقى قلقان، يعني مش تبقى قلقان، اللي هو العربيه تبدا تفتح بقها او العربيه تبدا يكون فيها مشاكل. غالبيه الحاجات اللي جواها القطع الاستهلاكيه الاساسيه بتاعت العربيه بتكون خلاص استهلكت. فالكامري لغايه 300,000 مثلا او 200,000 مع قرب موديل السنه اوكي. انما ما تجيش تقول لي ان عربيه النهارده احنا في 2023 في نهايتها والعربيه 22، يعني العربيه بقى لها مثلا سنه والعربيه ماشيه 300,000. يا راجل العربيه ماشيه 300,000 في السنه، يعني العربيه بتعمل بمعدل 10,000 كيلو مثلا في الشهر. بصوا في الحساب انا ما تستنونيش، لكن انا بكلمك بالايه؟ بالارقام، انت احسبها تمام كده. فلو العربيه ماشيه كيلومتر كبير قوي، خد بالك هي ليه مشيت الكيلومتر الكبير قوي ده في السنه دي، اوكي. مندوب بقى، كانت تاكسي، مش عارف ايه، وهكذا. طيب
المستعمل هتجيبه من شخص هتعمل كل الكلام ده، هتجيبه من شركه هتعمل كل الكلام ده، شركه بتصفي هتعمل كل الكلام ده، موقع حراج برضه هتعمل كل الكلام ده. مكان الحراج عندك فيه نوعين، يا معرض يا شخص حط خط واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وانت بتعمل الخطوات دي. طب معرض حط خطين بس. ليه؟ هو بيدي لك العربية، بيقول لك العربية مثلا 38,000 وفيها 1 2 3 4. بتقول له انا هاخد العربية واروح افحصها في اي اقرب مركز، بيبعت معاك حد ويقول لك هفحص معاك العربية. لو العربية طلع فيها 1 2 3 4 5 بتبدأ تقول له ان انت تفاصل معاه في السعر. ده منين؟ من المعرض. اوكي؟ لانه لو هو مثلا انت اشتريت العربيه وعملت الفحص وانت بتستلم منه برضه فحص، او بيقول لك العربيه ما فيهاش كذا، العربيه ما رشتش بربع جنيه او بربع ريال، ما رشتش بربع ريال بويا، ولا انت رحت لقيت الرفرف فيه مشكله. ده حصلت مع واحد صاحبنا، رحت لقيت الرفرف راشش، رحت لقيت الرفرف راشش، تقدر تقول له ان انت كده في مشكله وتقدر تشتكيه في وزاره التجاره ان هو غشك، كده يبقى غش تجاري. تمام؟ فبالنسبه للشركه او بالنسبه للمعرض في ارض معارض في منطقه القادسيه، هي بتاعت معارض السيارات، معرض الموضوع ماشي تمام. شخص موضوعك يا معلم، موضوعك من الالف لكل حاجه، ب ت س اي حاجه. حلو كده؟ يبقى انت شخص، شركه، تصفيه، موقع حراج، ايا كان. احنا لسه ما رحناش عند التمويل، الناس اللي مستنيه موضوع التمويل، بس انا بشرح لك الكلام ده هيتعاد في كذا حاجه تاني، فانا اقول لك يبقى النقطه اللي فاتت. يبقى هتاخد تقرير الفحص من مركز فحص، وتاخد تقرير موجز. تقرير موجز تقريبا بيطلع يا ب 100 ريال يا ب 200 ريال، مش عارف، مره يطلع معايا 100 ومره يطلع معايا 200. فحص وموجز. الفحص ده ما تعتمدش على صاحبك اللي بيفهم في العربيات، ممكن عادي كتير احنا بنروح نبص على العربيه، تاخدها تطلع بيها تترجرج مش عارف ايه بتاع، في مشاكل ممكن ما تبانش. في واحد صاحبي اشترى عربيه والعربيه كانت سليمه تماما ونظيفه تماما ومن حد يعني نعرفه وكده، بس الشخص اللي هو كان بايع العربيه ما كانش بيتحرك بالعربيه، الشخص التاني فريك زي حالاتي، فخد العربيه وطلع مشوار، نزل بيها النزله بتاعت مزحميه لا يا رب بتاعت طريق مكه، اسمها المزحميه برضه تقريبا، نزل بيها النزله بتاع المزحميه وهو طالع العربيه قطعت ميه وريداتير وسخنت وبلاوي يعني. فانت لازم تاخد العربيه تجهدها جهد لو انت عايز تست العربيه. فاحنا هنا بنتست العربيه فين؟ في نزله طريق مكه. حلو كده؟ تنزل وتطلع، لو العربيه طلعت يبقى العربيه سليمه. طبعا العربيات بتاعت عسير كده كده لازم تكون سليمه، لان العربيه اللي بتروح عسير او ابها هي مطلع واحد وتكون العربيه على جنبها او ترجع بيها. فالمهم ممكن يكون استخدام الشخص خفيف، فالعربيه معاه نظيفه ما فيهاش اي مشاكل، الدنيا تمام، تاخدها واحد تاني يطلع بيها مشوار طق العربيه يحصل فيها بلاوي. وطبعا دوت مش عيب في الشخص، هي القصه كلها انه ما فيش عربيه ماشيه على الارض مش هيكون فيها مشاكل. انا شفت فيديو كان واحد مشاير عربيه صيني عامله 18,000 كيلو وبيغير لها سير التايمنج، فالموضوع كان يعني مرعب. فبس بص، العربيه زي اي جهاز في ايدك، موبايل، كاميرا، مش عارف ايه بتاع، دايما معرضه ان يكون فيها مشاكل، وطبعا لان هي بتتعامل مع عوامل جويه فظيعه، الحر والبرد والمطر والاسفلت ومش عارف ايه وكلام من ده. فالعربيه حاجه يعني من الحاجات اللي هي ايه لازم تكون مهتم بيها، ودايما هتلاقي فيها مشاكل. خلصنا كده الجزء ده، كده احنا خلصنا ايه المستعمل من ايه من مجموعه الناس دي. نيجي للحل الثالث، كسر الزيرو. كسر الزيرو عندك ممكن تلاقيه في سياره اونلاين، ادي واحد، هنا ترقيم جديد. وكسر الزيرو هتلاقيه في عبد اللطيف جميل 2، وهتلاقيه في معرض 3، وممكن حراج 4، والسوق لا، السوق اللي هو اشخاص يعني مش هتلاقي. كار سويتش ممكن. طيب احنا هنا كل ده لسه بنتكلم فيه الكاش. كسر الزيرو اللي هو عربيه خرجت من البنك وعملت مثلا 50,000 كيلو
تعتبر لسه كسر زيرو. وبعد كده صاحبها حصل عنده مشكله او حاجه فرجع العربيه. فلو انت رجعت العربيه للبنك، انت نفسك انت شخص بتقسط وحصل عندك مشكله، بيبقى قدامك حل من الاثنين. يا اما بتعمل تنازل عن العربيه لحد وهو بيكمل الاقساط، تكمله اقساط، يا اما الحل الثاني مع البنك بتروح تدفع تقريبا غرامه توصل لغايه 4500 ريال تقريبا. محدش يقول لي الارقام دي مش عارف ايه، انا بقول لك تقريبيا حالات حصلت قدامي، فانا بقول لك اللي حصل قدامي. فهتدفع غرامه في حدود 4500 ريال وتكون ما عندكش مشاكل في دفع الاقساط اصلا. لان انت لو جيت عديت قسط 2 3 العربيه هتتسحب من تحت البيت. مش عارف ليه رسمت الرسم. العربيه هتتسحب من تحت البيت عن طريق GPS اللي راكب جوه العربيه. خلصت القصه؟ لا، هيتعمل لك بلوك في سمة تقريبا. في السعوديه لا، وفي مجلس التعاون. مش هتعرف لو انت مقيم، مش هتعرف تخرج خروج نهائي الا لما تسوي امورك مع البنك. طيب هخرج خروج وعوده، ومش هرجع تاني، عادي براحتك. هيتعمل لك البلوك في السعوديه وفي مجلس التعاون، مش هتعرف تطلع حساب بنكي هناك. ولو انت جبت تأشيرة جديدة بعد 3 سنين ورجعت السعودية هتتمسك في المطار. حصل، عشان ما تقوليش ما حصلش. انت معاك ما حصلش، اوكي براحتك. يعني اي حد هيناقشني في اي نقطة من النقط دي يا جماعة، احنا عايشين على كوكب الارض. اي حاجة بتتقال في منها يمين وفي منها شمال، في منها يعني يمين ويسار، مش شمال اللي هي حاجة وحشة، لا، في منها اللي هو قال لك انا خدت خروج وعوده ورجعت وكنت واخد مش عارف ايه وعادي تمام. في حاجه مهمه جدا احنا عديناها. لو انت خلعت الفلوس دي عليك دين حرام، فانت ما تفكرش ان انت ايه خلعت منها، حلو كده. بس ايه، مش هقول ما علينا من الحلال والحرام، لان دي كلمه انا ما بحبهاش. مفيش حاجه اسمها ما علينا من الحلال والحرام، بس هنا ما بتكلمش هنا في النقطه دي، تمام؟ دي بتاعتك انت. لكن الفلوس دي دين عليك، انت حطيت عقد او وافقت على العقد ومشيت معاه، اوكي. فهيتعمل لك بلوك في البنوك في السعوديه، وهيستنوك مش هتخرج نهائي. ولو خرجت خروج وعوده وجيت ترجع هيتمسك في المطار، ده حصل. وهيتعمل لك بلوك في مجلس التعاون عن طريق سمة. هم هنا غالبا في حاجات كتير بيحاولوا ان هم تكون سينكرونايزد مع بعض، تكون كونكتد مع بعضها، يكون في مزامنه جدا بينك وبين مجلس التعاون، حلو كده. فلو انت خدت كسر الزيرو من بقى سبت عربيتك وهي عندها 50,000 وانت راجل تمام ودفعت المديونيه اللي عليك والغرامه، نمسح بقى الكلام ده. اي حد عايز يرجع ياخد سكرين شوت يبقى يعني باخد قبل ما امسح. في حته مسحناها عايزينها. الجزء بتاع التنازل. التنازل من شخص. انت هتاخد العربيه بيتعمل اعاده جدوله. العربيه مثلا كان ثمنها اول ما طلعت كان ثمنها 70,000، حلو. بتحط تقريبا ما بين 9.5 و10.5% فايده من اكتر من جهه تمويل. يعني انا سمعت الموضوع ده. فانا اتكلم في العربيه 70,000 تحط 10% فايده، اللي هو مثلا ايه 10.5% حاجه كده يعني. قول حوالي 10,000. 1 2 3 اوكي، هذه مظبوطه. ده ثمن العربيه الجديده، وبيزيد عليها حوالي 10,000، وبيزيد عليها حوالي 4,500 بتوع التأمين في خلال ال5 سنين أو ال3 سنين. فأنت بتتكلم، وكان الموظف قال لي تقريبا حوالي 6.5% في السنة من قيمة العربية هي قيمة التأمين.
فاقول بيزيد عليك حوالي 5000. تمام؟ في السنه لو انت بتضرب في ايه؟ في الاربعه، قول هيطلع عليك 20000. اوكي؟ فالعربيه لو هي كاش على الارض ب 70، بتضيف 10 فايده وبتضيف 10 تامين. حلو كده؟ اجيب لكم مثال معايا. يعني كنا خدنا السيناريو بتاع عربيه، وهوريكم بالارقام يعني. تمام؟ طيب انت هتقول لي العربيه كده وصل ثمنها كام؟ ادي 20 30 العربيه بقت ب 100000. انت بتاخد العربيه بتدفع 1000 ريال اول قسط مثلا، بتاخد العربيه وتمشي. فانت بقى معاك عربيه ثمنها 70000، انت دفعت فيها 1000 ريال ومشيت. فعشان ما تستغربش الارقام، لو في ناس تقول لك يا دي بقت كتير قوي، هي مش كتير، بس على حسب انت احتياجك، الموضوع بيرجع ليك انت. اوكي؟ وصلنا كام؟ تلت ساعه؟ ماشي. 70000، 20000 التامين الشامل، 10000 فايده الايه؟ الشركه اللي هتبيع لك. حلو كده؟ طيب انا عايز اقلل الارقام دي. عشان تقلل الارقام دي هتدفع مقدم 10 20 30 40 ايا كان الرقم اللي انت هتدفعه. الرقم ده بيأثر في حاجتين. بيأثر في نسبة الفايدة دي اللي هي 10.5%. لو هو هياخد منك فايدة على ال70 10.5%، فانت بتتكلم في ال5 سنين 5 في 7 ب 35 مثلا يعني. 7 اللي هم 10% من ال70 في 5 سنين 35. طيب لو انا خليتها 4 سنين، يبقى تضرب 4 في 7، هتضرب 3 في 7، هتضرب 2 في 7. طيب انا هخلي الفايده قليله ازاي؟ حاجه من الاثنين، يا بتدفع القسط صغير فده يدي معاك مده كبيره في الايه؟ مده كبيره. قسط صغير وبدون تقديمه. قسط كبير مثلا يعني 3000 هيقلل المده. قسط كبير ومقدمه زائد مقدم هيقلل المده جدا، سنه. فبدل ما كنت هتدفع 35000 هتدفع كام؟ 5000، وهتاخد عربيه جديده 0 كيلو متر. معاها بتاخد سنه ضمان او 100000 كيلو، سنه ضمان او 100000 كيلو، وتقريبا الصيانات اللي هي ايه اول 50000، مش فاكر حاجه كده، الصيانات الدوريه يعني تغيير زيت، تغيير مش عارف ايه كلام من ده. حلو؟ فدي الاوبشن اللي انت هتاخدها معاها. تاخد مش سنه ضمان، سوري، تاخد 3 سنين اللي هم تقريبا بتوع البتاع، او 100000، او ممكن تاخد 5 سنين يعني بص هو ايهما اقرب، الثلاث سنين او الخمس سنين او ال100000. بس طبعا مش هتقعد 3 سنين ولا تقعد 5 سنين من غير ما العربيه تعمل 100000 يعني. فهتاخد الضمان وهتاخد الصيانه والبتاع على يا الفتره الزمنيه يا المده بتاعه سوري الفتره الزمنيه الكيلومتر بتاع العربيه. كل ما هترفع المقدم وتدفع قسط اكبر، كل ما تقلل المده الزمنيه اللي انت بتقسط فيها وتقلل نسبه الفايده. نحاول نعمل كده بقى ايه اسمها ايه؟ الجوريزم. ده الالجوريزم اللي انا كنت بتكلم عليه، انه ما تقوليش اعمل ايه، اسمها ايه، ما اقولكش تعمل ايه، انا هقول لك هي ماشيه ازاي، لكن انا مش هعرف اقول لك تعمل ايه. تعمل ايه ده موضوعك انت. من الاول تاني اهو. هي العربيه ب 100000، 100 1 2، يا اما هتدفع مقدم كبير زائد قسط كبير بيساوي مدة بيساوي فايدة قليلة مع المميزات زائد المميزات. حلو كده؟ طيب مقدم كبير، قسط صغير،
بيساوي فايدة أكبر، دي قليلة، دي قليلة قليلة، فايدة أكبر زائد المميزات بدون مقدم زائد قسط. عندك الحالتين بقى، مرة كبير ومرة صغير. الكبير قسط بدون مقدم، قسط كبير فايدة أقل ومدة زمنية أقل، ومعاك المميزات. المميزات يعني موجودة معاك راكبة في كل الحالات. طيب بدون مقدم وقسط صغير بيساوي أكبر فايدة وأكبر مدة زمنية ومعاك المميزات. ده موضوعك، تمام؟ فده بالنسبة لكسر الزيرو. لو انت هتعمل فيه كل ده. الكلام ده كله هينطبق على الزيرو، بس هيفرق في حاجة بقى واحدة. نمسح بقى الكلام ده. لو انت مستني امثله حقيقيه هديك امثله حقيقيه، ما تخافش، عشان كده انا كاتب لك الاسامي دي. كسر الزيرو ده يجي منين؟ من سياره اونلاين، من عبد اللطيف جميل، المعرض في الارض، ملوش انترنت، ملوش موقع. وده بالنسبه للتمويل. اوكي، كل الكلام اللي كنت بتكلم عليه ده في التمويل. ده كاش، الحراج كاش، السوق كاش، كار سويتش كاش. يعني خلينا نشرح دول. سياره اونلاين عنده كاش وعنده تمويل، وهنا بيتقال عليها تمويل مش تقسيط. عبد اللطيف جميل عنده كاش وتمويل، المعرض اللي هو بتاع كسر الزيرو. وبعد كده عندهم الاثنين دول، سياره اونلاين وعبد اللطيف جميل عندهم جديد وده عنده جديد، تمام؟ ايه حكايه البنك؟ بيخش ازاي البنك في الموضوع؟ بنك بقى جديد، بس البنك انت بتروح المعرض، عربيات الزيرو، في معارض بتبيع، بس انا يعني من زمان قوي ما شفتهاش، يعني مش موجوده من فتره كبيره جدا. انت بتروح المعرض، بتعجبك العربيه، بتقول له اوكي، هتعمل ايه؟ كاش ولا تمويل؟ بتقول له تمويل. الشخص بتاع البنك موجود في المعرض، تعالى انا عايز العربيه دي. البنك بياخد العربيه ينقلها على اسمه ويبيع لك العربيه بطريقه التمويل اللي انت عايزها، سنه 5 اللي انت عايزه. فانت وانت جوه المعرض بتقول له انا عجبتني العربيه دي، بتروح لجهه التمويل ايا كان البنك بقى، عشان مالناش دعوه بالاسامي، بتروح للمعرض تنقي العربيه، ويكون المعرض بيتعامل مع البنوك، لان في بعض المعارض بيقول لك لا ما بتعاملش مع بنوك، كاش بس، ماليش دعوه بالايه، موضوع التمويل. ما اعرفش ليه، مع ان المعرض اصلا كده كده البنك هيكيش له، فما اعرفش، في بعض المعارض يقول لك لا ما بنتعاملش مع بنوك. فالقصه كلها ان انت بتروح المعرض تنقي العربيه وبتقول له اوكي انا هاخد العربيه دي، فبتروح تظبط ورقك مع البنك. الورق ده اللي هو بيبقى عباره عن لو انت مقيم غالبا اقل راتب ب 4000، والاقامه، الرخصه، برنت تامينات، كشف حساب 3 شهور. الكاميرا فصلت بس ما اعرفش هي فصلت فين، يا رب ما تكونش فصلت من فتره. فالمهم الحاجات اللي مطلوبه منك يكون راتبك اكبر من 4000 لو انت مقيم، الاقامه، الرخصه، برنت التامينات، كشف حساب اخر 3 شهور، والراتب يكون بيتحول على البنك بتاعك بمسمى ايداع راتب، لان لو الراتب بينزل لك تحويل ما بيعترفش بالموضوع ده، مش هيطلع لك كشف حساب ويقول لك لا، لازم يكون بيتم كده، بيجي لك رساله تم ايداع راتب لفلان الفلاني. حلو كده؟ ده بالنسبه لو انت هتشتري تمويل من المعرض والبنك. في حاجات بقى ايه بتعكس الموضوع، بعض البنوك بتحط لك على الابلكيشن بتاعها، وليه بقول بعض؟ لان مش كل البنوك بتعمل كده. انا يعني فاتح حسابي في بنك، فلما سالته قال لي ما عندناش اصلا، ما بنبيعش موضوع العربيات ده، تاخد قرض تدفع القرض موضوعك مع نفسك، تروح تشتري عربيه كاش، فهم ما بيبيعوش تمويل. فانت بتروح المعرض
تاخد العربيه، البنك بيحولها باسمه، بيعمل لك الاجراءات واوراقك مظبوطه، في 10 ايام ولا حاجه تستلم العربيه. خلاص. اجيب لكم دي كيس احنا عدينا عليها. هما كانوا عربيتين، واحدة بدفعة أولى. طيب خلي الورق ده على جنب. دلوقتي اهو دي كانت عربية اكسنت، قيمتها على الأرض 47900 48000. خلينا نكتب الكلام ده، مش ينفع نطلعه كده في الورق. العربية كان قيمتها على الأرض 48000. حلو؟ أنا قلت له هدفع دفعة 20000. أوكي؟ مش ينفع نطلع الورقة في البتاع عشان كان في حاجات تانية، في بيانات تانية. لو هتحسب على 12 شهر القسط هيبقى تقريبا 1600. اوكي؟ مع المقدم الفايدة هتبقى 21%. ايه ده، انت مش قلت الفايدة 10.5% ومش عارف ايه بتاع، بيتضاف عليها التأمين شامل طول فترة التقسيط. إجمالي العربية هتضرب بقى الرقم ده، إجمالي العربية بعد ما يخرج من عندهم هيكون حسب ما هو كاتب، يعني هي كانت ب 48 هتقسط في سنة وهتدفع 20000، إجمالي العربية هيوصل 53,000 حسب ما هو كاتب لي. 6% تأمين و10.5 فايدة. اوكي؟ العربية هتقف عليك في السنة في 12 شهر تدفع 1600 ريال قسط وهتدفع 20000 مقدم، والعربية كانت 48,000، والعربية كانت تقريبا ماشية حوالي 90,000 كيلو. ده لو كان في الشخص اللي بيسألني، الحسبة دي حسبة عبد اللطيف جميل. اوكي؟ العربية انت بتاخدها ضمان عبد اللطيف جميل طول فترة الايه؟ البتاع ده، او تقريبا مش فاكر كان قايل لي 20,000 كيلو. دي ايه؟ كسر الزيرو من معارض عبد اللطيف جميل اللي على طريق الملك فهد في الرياض. عبد اللطيف جميل طريق الملك فهد في الرياض، ما لهمش موقع الكتروني، ما لهمش ابلكيشن، هتاخد من عنده كسر زيرو. تمام؟ طبعا هو عنده عدد من التوكيلات ممكن تبقى تشوفها في الفيديو اللي فات. اوكي؟ فانت هنا هتطلع بفايدة لا انا غلطت في رقم الفايدة، هي مش 21، هي تقريبا 5.8، تقريبا 5.8، لأن لما تحسب 48,000 سوري، بص أنا في الحسابات ما تستنونيش، هي الفايدة طلعت 5,800. 5,800 زائد 48 هيطلع لك 53. حلو كده؟ فالفايدة كانت صح، الفايدة كانت 21%. تمام؟ الحاجات المطلوبة من عنده زي ما قلت، الراتب، تعريف بالراتب ومتوضح فيه مقدار الراتب ومدة الخدمة اللي انت كنت بتشتغلها في الشركة، وبرنت التأمينات. برنت التأمينات ده انت اللي بتطلعه، يعني انت بتخش على التأمينات بتاعتك انت وبتطلعه، مقيم يعني انت مقيم بتطلعه انت برنت التأمين بتاعك، وصورة الإقامة وصورة الرخصة سارية. اوكي؟ ده بالنسبة للجزء بتاع تمويل عبد اللطيف جميل.
والموظف هناك متعاون جدا. يعني انت لو رحت وقلت له انا عايز اعمل لي الحسبه بتاعتي على العربيه، بتخرج تختار العربيه وبتقول له انا بره لقيت مثلا سيراتو موديل كذا رقم كذا، فبيقول لك ماشي، بيضرب لك رقم العربيه وبيطلعها لك وبيعمل لك عليها الحسبه بتاعتك. طيب فاضل كده ايه ما اتكلمناش عنه؟ فاضل سياره اونلاين. سياره اونلاين بيبيع كسر زيرو، وتقريبا عنده جديد، مش فاكر عنده جديد ولا لا، بس انا تقريبا شفت عنده كسر الزيرو. الكلام ده شغال ولا لا؟ شغال. سياره اونلاين. حسب ما انا شفت على السايت سياره اونلاين العربيات اللي عندهم يعني بص تقريبا كده ما فيهاش غلطه. يعني عارف انت العربيات نظيفه قوي. هو بيبيع كسر زيرو. لو انت هتاخده تمويل حلو، لو هتاخده كاش بيزيد عن السوق بتاع 3 4000. يعني لو العربيه في الارض عامله 30، طبعا ده ما ينطبقش على كل العربيات، بتاخد من عندهم العربيه ب 34. بس هم عندهم ميزه ان هو مريحك في موضوع الفحص. حلو. وبيدي لك 20,000 ضمان، وبيدي لك تقرير الفحص، وبيدي لك 360 درجة صور العربية بره وجوه، من دور او الدور، او يعني شكل من بره ومن جوه. وبيفحص 100 نقطة تقريبا او اكتر من 100 نقطة فحص في العربية، والتقرير بتاعه شامل جدا. ولو انت عايز تروح تشوف العربية، سألت في مرة في المعرض قلت له طب انا حلو كل الكلام وعايز اشوف العربية، فقال لي عادي هديك مكان الستور اللي محطوطة فيه العربية او مكان الوير هاوس اللي محطوطة فيه العربية، روح وبص عليها مكانها، جازت لك اوكي، ما جازت لك براحتك. تمام. في التمويل اسعارهم ظريفه شويه. تمام. يعني انت لو تاخد العربيه من عنده، العربيه عامله كاش 34. تمام. العربيه بتوصل، العربيه دي بتبقى يعني عربيات نظيفه انا شفتها، العربيه بتوصل تقريبا مع الضمان ومع التامين على اطول فتره بتاعه التمويل. هو بيحسب دايما على 5 سنين، على 60 شهر. كل الحسبه بتاعته على 60 شهر لما كلمت الموظفه. بس بتقول لي انت بقى وموضوعك مع جهه التمويل. يعني ايه؟ يعني هتعمل لهم نفس المعادله اللي انا كنت كاتبها، اقل فتره سداد، مقدم، اعلى قسط مثلا. ان هو بيحط لك اقل قسط بدون مقدم وبتاع ده اسمه ايه؟ اقل قسط بدون مقدم واطول فتره سداد. فانت هتعكس دول، ولا انا هدفع مقدم وهدفع قسط اكبر وهقلل المده. لما قلت لها الكلام ده قالت لي موضوعك مع جهه التمويل مش معانا، مش مع شركه سياره اونلاين يعني. فقالت لي انت بقى انا بحولك على جهه التمويل وانت بتروح تقول لهم انت عايز ايه، بترتب بقى البرنامج بتاعك، بترتب بقى هدفع المقدمه وهقلل قسط او ازود قسط او بتاع مش عارف ايه وهكذا. تمام. المريح في سياره اونلاين كتجربتي انا، زي ما احنا عارفين ان الموضوع عن تجربه عن عبد اللطيف جميل، ان العربيات هنا متظبطه جدا. يعني هو حط العربيه عشان يبيعها. تمام. التاني برضه حط العربيه عشان يبيعها، بس هي القصه ان هو العربيات هنا يعني في حالتها جودتها اعلى، يعني اعلى من العربيات اللي انا شفتها عند عبد اللطيف جميل. لكن في حاجه عبد اللطيف جميل تقريبا كل اسبوع بتلاقي عربيات اجدد من اللي فاتت، فمش الموضوع مش شرط يعني. لكن هما المرتين ثلاثه اللي انا رحت فيهم ما كانتش افضل حاجه في العربيات. هو الواد قصدي الموظف يعني هو قال لي هناك ان العربيه بتتغير باستمرار، فانت حظك بقى ان انت جيت وما كانش فيه حاجه كده. فهم بيبيعوا بعض العربيات الجديده وغالبيه العربيات القديمه كسر الزيرو. اعلى عربيه هناك ممكن تلاقيها عامله 150,000
كيلو. تمام؟ مش هتلاقي اكتر من كده، لان انت لو دخلت في ال 200 ده خلاص كده العربيه استهلكت اصلا. العربيات الصغيره، نتكلم على السيدان. حلو؟ العربيه الصغنطوطه، حلو كده؟ لا في ناس ما بتعرفش السيدان، اللي هي العربيه اللي عامله كده دي. تمام؟ انت عندك في بقى عدد كبير من العربيات، عندك سيدان، كروس اوفر، اس ار في، كوبيه، بيك اب، دبل كابينه دي اللي هي بيقولوا غمرتين، مش عارف ايه. عندك عدد كبير من العربيات يعني. فالمهم ان احنا ايه كلامنا هنا، غالبيه الكلام عن السيدان اللي هي العربيه العاديه، شكل العربيه العاديه. تمام؟ مش الفور باي فور ولا الكروس اوفر ولا الكلام ده كله. تقريبا كده احنا اتكلمنا الكاش جديد ومستعمل وكسر الزيرو مع جهه تمويل والكاش. سيارة اونلاين بيبيع برضو العربيه جديده كاش، عندهم ميزه ان هو ايه 10 ايام لو العربيه ما عجبتكش ترجعها. في الغالب العربيه مش قصه مش تعجبك، العربيه قصه انها انت شفت كل حاجه عنها. اكيد هيشيلك او هيحملك تمن ال10 ايام، لكن اكيد مش هيكون زي تمن العربيه. طيب احنا كتبنا هنا كار سويتش وما اتكلمناش عنه. كار سويتش ما بيبيعش تمويل، بيبيع كاش بس كار سويتش يشبه سيارة اونلاين شوية، تعاملهم كويس من واقع الريفيوز اللي انا قريتها عن كتير. في ناس كتير اتكلمت عنه، انا ما اتعاملتش معاه وما اعرفوش، ما تواصلش معاه. تمام؟ بينقي عربيات، او غالبا يعني مش بيعلن عن اي حاجة. مش لاقي عربية هناك تحت ال10,000، مفيش. اوكي؟ بيفحص برضو العربية في 100 نقطة الفريق بتاعهم، وبيقول لك برضو بعد كل ده انت لازم تفحص. انت الشخص اللي هيشتري لازم انت اللي تفحص، لان هو ما عندوش ضمان، بس هو موقع بيوفر عملية البيع، وبيخش كبروكر ما بين البائع وما بين اللي هيشتري، وبيعمل عملية الفحص بانه يقدر يخليك تشوف العربية من غير ما انت ايه تتواصل مع الشخص وبتاع. اوكي؟ بيبدأ يديل ما بينك وما بين الايه اللي هيبيع. اوكي؟ يديل اللي هي ديلينج، يعني يبدأ يعمل الديل بتاعك انت وهو. فكار سويتش او سيارة اونلاين هم يعني الموضوع ظريف فيهم. حراج شخص بيحط عربيته بيقول لك سعرها وبيقول لك اللي فيها 100%، انت الموضوع معاك فحص 100%، لكن ده بيوفر عليك قول نص الطريق، وسيارة اونلاين بيوفر عليك 3/4 الطريق. مفيش موقع من دول بيديني فلوس ولا دي دعاية ليهم ولا اعلان، يعني هي دعاية بس ده مش اعلان، فانا مش مستفيد اي حاجة من الناس دي خالص، لكن ده عن تجربة بحثية في طريق البحث بتاعنا. فعشان نرد على كل الناس وكل الناس تكون مبسوطة مننا، او يعني نكون ردنا على غالبية الناس اللي هي كانت بتسأل كذا سؤال، اعمل ايه لو عايز اشتري عربية قسط او كاش؟ معاك الحلقة، ويا رب ما تكونوش زهقتوا، ولو وصلت لغاية هنا في الحلقة يبقى انت يعني راجل برنس جدا يعني. بس اتمنى ما كنتش طولت عليكم، مع اني اكيد طولت. تقريبا الجزء الاولاني كان نص ساعة، والجزء الثاني ده تقريبا قربنا على تلت ساعة. دي كل النقاط اللي انا قابلتها في خلال تجربتي وانا بدور على عربية لواحد صاحبي في الكاش وفي التمويل. وارد جدا تلاقي اي كلمة من الكلام اللي انا قلته هنا انت تكون مريت بعكسها، او انت تكون مريت بتجربة مغايرة تماما. هي دي الدنيا عموما يعني، او هي دي الحياة، ان ممكن تقول لي كلامك كله غلط بقى عادي، مفيش اي ازمة. دي تجربتي انا بشرحها، جزء منها نفع معاك اوكي، كلها نفعت معاك اوكي، كلها ما نفعتش معاك اعمل ديسلايك يلا للفيديو. اشوفكم في الحلقة الجاية بقى نصور حاجة في الشارع، لاني بقالي كتير جدا ما نزلتش الشارع. شكرا لكم، كان معاكم محمد سمير من قناتي على يوتيوب. يا رب الحلقة تكون افادتكم، وما يكونش التطويل ده تطويل لمجرد التطويل، ولكنه يكون فايدة للناس. شكرا، سلام.